أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان، وحديثي معكم عن أخطاء تحليل التاريخ. وذكرت لكم أن من أخطاء تحليل التاريخ هو أن ننظر فقط إلى الإيجابيات أو ننظر فقط إلى السلبيات. وذكرت مثال على ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي، وذكرت لكم من مدح الحجاج وذكر إنجازاته العظيمة. حدثتكم عن بعض إنجازاته، وفعلا هي إنجازات للحجاج. ليست هذه فقط، من هناك أعمال ضخمة جدا كبيرة جدا، بنى مدن. الحجاج رحمه الله كان من أعماله الكبيرة بناء مدينة واسط بين الكوفة والبصرة. هو الذي بنى مدينة واسط، بناها بدأ بناءها في سنة 83 هجرية، واستغرق بناءها 3 سنوات، وجعلها مقر لحكمه. كان الحجاج يدير مناطق شاسعة جدا. كان الحجاج عنده هو الوالي عند الأمويين، لكن هو كان يختار الولاة، يختار العمال على الدول المختلفة، كان يختار ذوي القدرة ذوي الكفاءة، وكان يراقبهم ويراقب تصرفاتهم ويمنع تجاوزاتهم على الناس. هذه السياسة الحازمة أسفرت عن إقرار أمن داخلي في كل المناطق التي حكمها الحجاج. ضرب على أيدي اللصوص قطاع الطرق. يذكر التاريخ عن الحجاج أنه هو الذي ساعد في تعريب الدواوين، كانت ما زال جزء منها يكتب بالفارسية، هو الذي حولها للغة العربية، هو الذي أصلح النقد للعملة، هو الذي ضبط معايير العملة، هو الذي أصلح حال الزراعة في العراق، حفر الأنهار القنوات، أحيا الأراضي الزراعية، اهتم بالفلاحين، كان يقرض الفلاحين، يوفر لهم الحيوانات أجلكم الله حتى تقوم بمهمة الحرث وغيرها. كل هذا عشان تنهض الدولة زراعيا، وقد فعل. ومن أجل الأعمال التي تنسب إلى الحجاج اهتمامه بتنقيط المصحف، هو الذي أمر بتنقيطه ووضع علامات الإعراب على كلماته. لما دخل الناس بغير المسلمين دخلوا، فانتشر التصحيف، النطق الخاطئ للقرآن، فكلف الحجاج نصر بن عاصم بهذه المهمة العظيمة. هو الذي ينسب إليه أنه قسم القرآن إلى أجزاء ووضع إشارات تدل على نصف القرآن وثلثه وربعه وخمسه. هو الذي رغب في أن يعتمد الناس على قراءة واحدة، لا تتعدد القراءات، أبقى القراءات، لكن وحد الناس على قراءة عثمان بن عفان، خاصة في الدول التي دخلها الإسلام حديثا حتى لا تختلط عليهم الأمور. وكتب مصاحف عديدة لكنها موحدة وبعث بها إلى الأمصار. باختصار، من يطلع على هذه الأعمال، هذا النظر للإيجابيات فقط، سينظر إلى الحجاج كواحد من كبار المصلحين في التاريخ، وواحد من أعظم الحكام أو الولاة في التاريخ. لكن لو اطلعنا على الوجه الآخر للحجاج سنجد السلبيات، ولو نظرنا إليها فقط سيكون من أسوأ الناس. يقول سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله، يقول: خرجت على الحجاج، فقال لما سئل لماذا خرجت عليه قال: إني والله ما خرجت عليه حتى كفر. وسألوا مجاهدا فقال، سألوا مجاهد عن الحجاج فقال: تسألوني عن الشيخ الكافر؟ يقول الشعبي: الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت كافر بالله العظيم. هؤلاء من العظماء كفروا تكفيرا. يقول القاسم ابن مخيمرة: كان الحجاج ينقض عرى الإسلام عروة عروة. وعن عاصم ابن أبي النجود: ما بقيت لله تعالى حرمة إلا وقد انتهكها الحجاج. وعن هشام بن حسان يقول: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا، فبلغ الذين قتلهم الحجاج 120 ألف قتيل، 120 ألف، بل أكثر من هذا. عمر بن عبد العزيز، تعرفون مكانته ودقته وحرصه وورعه. يقول عمر بن عبد العزيز: لو تخابثت الأمم، يعني لو كل أمة قالت نحن أخبث من الأمة الأخرى، لو تخابثت الأمم وجئنا بالحجاج لغلبناهم،
وما كان يصلح لدنيا ولا لآخرة. يقول الأصمعي قال عبد الملك يعني ابن مروان كان الخليفة والحجاج تحته، فعبد الملك بن مروان يسأل الحجاج، فقال عبد الملك للحجاج: ما من أحد إلا وهو يعرف عيب نفسه، فصف عيب نفسك، ما هي عيوبك يا حجاج؟ فقال: اعفني يا أمير المؤمنين. فأبى، رفض، قال: لا، أنا مصر أني تقول لي ما هي عيوبك. فقال الحجاج: أنا لجوج، يعني حب الجدل، حقود، حسود. فقال عبد الملك: إذا بينك وبين إبليس نسبا. يعني هذا شيء أكثر من أسوأ من هذه الصفات. فإذا واضح أن فيه جانب حسن، جانب سيء. هناك إجماع عند أهل العلم بالتاريخ وبسير البشر على أنه كان من أشد الناس ظلما، وكان أسرعهم للدم الحرام سفكا، يسفك الدماء بسهولة. ما حفظ حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، ولا وصية في أهل العلم والفضل والصلاح من أتباع أصحابه. لما حاصر الحجاج عبد الله بن الزبير في مكة، ضرب الكعبة وكسرها، قتل وصلب عبد الله بن الزبير، صلبه وخلى الناس تنظر إلى جثته معلقا، استباح المدينة عدة أيام. كان الحجاج على فكرة من مذهبه يرى بتكفير الخارج على السلطان وطرد من الملة. هذا طبعا الذي برر له أن يقتل أشخاص عظماء مثل سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله. كان عنده جرأة شديدة على الصحابة. جاء في تاريخ الخلفاء في سنة 74 سار الحجاج إلى المدينة وأخذ يتعنت على أهلها، يقولون استباح المدينة 3 أيام، وكان يستخف ببقايا من فيها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يذل الصحابة كأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وسهل بن سعد الساعدي. أمثال هؤلاء يذلون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا ممكن ننظر هذه النظرة الإيجابية التي لو واحد أخذها من كلامي ووضعها في اليوتيوب قالوا هذا سويداني يحب الحجاج ويعظم الحجاج، ولو أخذ الفقرة الأخرى قالوا هذا لا يرى خيرا في الحجاج أبدا. والحقيقة أن الأمر فيه الجانبين. هناك شهادات على فكرة كانت متوازنة في التاريخ، منها ما قاله الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. يقول هذا المحقق العظيم، يقول: كان ظلوما. اسمعوا ماذا يقول عن الحجاج: كان ظلوما جبارا خبيثا سفاكا للدم، وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن. إلى أن أكمل كلامه عن الحجاج فقال: فلا نسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان. يقول الذهبي عن الحجاج: له حسنات مغمورة في بحر ذنوبه، ذنوبه أكثر بكثير من حسناته، وأمره إلى الله. ويقول عنه: له توحيد في الجملة، يعني موحد ما نكفره، ونظراء من ظلمة الجبابرة الأمراء، يعني من الجبابرة الذين ظلموا البشر. من الشهادات المتوازنة شهادة ابن كثير في الحجاج، كان يقول: كان فيه شهامة عظيمة وفي سيفه رهق، يعني هلاك وظلم، كان يغضب غضب الملوك. هذا من كلام ابن كثير. ويقول عنه: وكان جبارا عنيدا مقداما على سفك الدماء بأدنى شبهة. وقد روي عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفر، فإن كان قد تاب منها وأقلع عنها، وإلا فهو باق في عهدتها. ولكن شوف كلام ابن كثير، شوف التوازن. يخشى أنها رويت عنه عن الحجاج بنوع من زيادة عليه، في ناس ألفوا عليه زادوا عليه. وكان هذا كلام ابن كثير: وكان يكثر تلاوة القرآن ويتجنب المحارم، وإن كان متسرعا في سفك الدماء.
فلا نكفر الحجاج ولا نمدحه، وهذا ما زال كلام ابن كثير، ولا نسبه ونبغضه في الله، ما نسبه لكن نبغضه في الله بسبب تعديه على بعض حدود الله وأحكامه وأمره إلى الله. على فكرة وضعت دراسات تاريخية حديثة في الحجاج، بعضها كانت أطروحات علمية حاولت إنصاف الحجاج وتقديم صورته الحقيقية في الجانبين، صورته التي طمست معالمها وملامحها ركام هذه الروايات التاريخية الكثيرة. طيب، إذا كانت هذه قاعدتنا الثانية، وواضح جدا ممكن أنا آخذ الجانب الحسن من شخص، من حقبة، من دولة، من تاريخ وأمجده، أو آخذ الجانب السلبي وأجعلهم لا قيمة لهم إطلاقا.